قضية من القواضي اللي هزت المجتمع المصري بالكامل. قصة حقيقية حصلت في مركز طامية في الفيوم، وتحديدا في 2019، وفضلت أحداثها مستمرة لحد 2022. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملفات سرية. أنا صاحب القناع وانت في العتمة. في قرية صغيرة في مركز طامية في الفيوم، كانت عايشة عيلة بسيطة مكونة من أب وأم و3 بنات. الأب اسمه زغلول، وكان في أوائل الخمسينات من عمره، وبنته الكبيرة اسمها فرحة، كان عندها في الوقت ده 19 سنة. حياتهم كانت عادية زي أي عيلة في الريف بتدور على الستر والعيشة الكريمة. بس جوه البيت كان في مشاكل وخناقات مستمرة بين زغلول ومراته، خناقات كانت بتخلي الجو العام في البيت مش مريح نهائيا. فرحة تقدم لها عريس من البلد، شاب كويس وعلى قد حاله يقدر يفتح بيت ويصرف عليه. أهلها وافقوا عليه، والجوازة تمت على خير، والفرحة كانت مالية البيت. فرحة راحت عاشت في بيت عيلة جوزها، وده شيء عادي ومألوف في أغلب عائلات الريف، إن العروسة تروح تعيش مع أهل جوزها عشان يتعودوا على بعض وتبقى جزء من العيلة الكبيرة. وبعد كام شهر من الجواز، جوز فرحة سافر عشان يشتغل ويسعى على رزقه. فرحة في الأول كانت متقبلة الموضوع، خصوصا إنها لسه عروسة جديدة وما قالتش أي حاجة. كانت فاكرة إن ده طبيعي وإنها تتعود على الوضع. بس القبول ده راح بسرعة مع الوقت. فرحة بدأت تحس بضيقة وغضب بيزيدوا عشان جوزها بعيد عنها. حست إنها ما خدتش حقها في السعادة الزوجية، وإنها ما عاشتش مع جوزها زي ما بتحلم أي بنت في سنها. كانت بتشوف صحباتها وجيرانها عايشين مع أزواجهم وهي قاعدة لوحدها، وده كان بيوجعها جدا. الشعور ده بالوحدة والحرمان اتحول لأسئلة جواها: ليه ما ترجعش؟ أنا لوحدي هنا ومحتاجاك. كانت بتكلم نفسها كتير وبتحاول تفهم ليه جوزها سايبها لوحدها كده. ضيقة فرحة زادت وبقت تحس إنها مجرد خدامة في بيت أهل جوزها. حياتها كلها بقت محصورة في إنها تنفذ طلبات حماتها وحماها من الصبح بدري لحد بالليل. مفيش وقت لنفسها ولا لجوزها اللي بعيد عنها. والوضع ده خلاها تحس إن جوازها ملهوش معنى، وبدل ما يكون مصدر سعادتها واستقرارها بقى حمل تقيل عليها، كأنها اتجوزت عشان تخدم وبس. المشاعر دي اتراكمت جواها من وحدة وعدم إشباع عاطفي وزوجي، وإحساس إنها مستغلة في بيت أهل جوزها. كل ده عمل عندها حالة ضعف نفسي وهشاشة عاطفية، خلتها تدور على أي مخرج أو أي اهتمام يعوضها عن اللي حساه. ولما فرحة لقت إن كل محاولاتها عشان تقنع جوزها يرجع فشلت، استسلمت لغضبها ولمت هدومها ورجعت على بيت أهلها. كانت فاكرة إنها ترتاح هناك أو إنها هتلاقي حل لمشاكلها. وفي الوقت ده جوزها حاول بكل قوته يلاقي حل عشان يرجعها بيتهم، بس كل محاولاته دي ما جابتش نتيجة. يمكن عشان فرحة كانت خلاص وصلت لمرحلة يأس من العلاقة دي. لكن رجوع فرحة لبيت أهلها كان مضايقها قوي، لأنها كانت شايفة إنها بالعافية لقت لنفسها حياة بعيدة عن خناقات أبوها وأمها اللي ما بتخلصش. بس لما رجعت لقت الوضع زي ما هو، بل أسوأ مما كان عليه. أبوها زغلول كان دايما عصبي وصوته عالي وما بيفوتش فرصة عشان يعمل خناقة مع أمها على أتفه الأسباب، كأنه بيدور على أي حجة عشان يتخانق ويطلع غضبه. والجو ده في البيت اللي كله مشاكل ومفيش فيه أي هدوء أو دعم زود عزلة فرحة وإحساسها باليأس. بقت محبوسة بين جواز مش مريح وبيت أهلها اللي كله خناقات. وفي يوم من الأيام وفرحة بتحاول تنهي الخناقات اللي ما بتخلصش بين أبوها وأمها، قعدت مع أبوها زغلول عشان تتكلم معاه عن المشاكل دي، يمكن تلاقي حل أو تهدي الأمور. بس أبوها فاجئها برد صدمها وما كانتش متوقعاه خالص. قال لها: يا فرحة، انت كبرت دلوقتي وفهمت يعني ايه حياة زوجية، وأكيد هتستوعبي اللي هقولهولك. مش هخبي عليكي، أنا لسه معجزتش وصحتي كويسة ولسه ليا طلبات، بس أمك حرماني من حقوقي الشرعية وفاكرة إننا كبرنا وما بقيناش محتاجين للحاجات دي. بعد ما أبوها خلص كلامه، فرحة فضلت ساكتة شوية، بتحاول تستوعب الكلام اللي سمعته وتفكر في معناه. عقلها كان بيحاول يستوعب اللي قاله أبوها. هل ده بجد؟ هل ممكن أب يقول كده لبنته؟ وبعدها جه ردها اللي خلى أبوها يتجمد وما يعرفش يفكر، وقالت له: ما تزعلش يا بابا، لو ماما مقصرة معاك أنا سد مكانها. الجملة دي ما كانتش مجرد موافقة، لأ، دي كانت تبرير صادم للفعل الحرام. فرحة قدمت نفسها كحل لمشكلة أبوها اللي هو اخترعها،
والرد ده كشف عن مستوى فظيع من الانحطاط الأخلاقي وانهيار كامل للحدود الطبيعية في العيلة. وبعدها الأب خرج من الأوضة وهو غرقان في أفكاره وبيسأل نفسه، يا ترى بنته تقصد كلامها بجد ولا ليها قصد تاني؟ هل هي فعلا مستعدة تعمل كده؟ وما يمرش يومين والأب يحاول يقرب من فرحة كأنه بيختبر كلامها، بيشوف هل هي جادة في اللي قالته ولا لأ. وهنا كانت الصدمة الكبيرة. فرحة استجابت له وعملت معاه نفس الحاجات، ومن اللحظة دي كانت بداية النهاية. شهواتهم سيطرت عليهم ونسيوا كل حاجة، نسيوا ربنا ونسيوا بشاعة اللي بيعملوه، وخرجوا عن كل حاجة طبيعية ومألوفة للبشر. نزلوا الفعل مقرف أي إنسان عاقل عنده ذرة دين وإيمان يقرف منه. العلاقة القذرة دي فضلت مستمرة بينهم فترة طويلة في السر بعيد عن عيون الناس. كانوا بيعيشوا حياتهم العادية قدام الناس، بس في الخفا بيعملوا أبشع المحرمات. التطور ده في العلاقة من مجرد كلام لفعل متبادل بيأكد إن الموضوع ما كانش مجرد إجبار من طرف واحد، لأ، ده كان فيه قبول وتجاوب من ناحية فرحة، وده بيخلي الموضوع أكتر بشاعة. في يوم الأم تصحى من نومها في نص الليل وخرجت من أوضتها اللي كانت بتنام فيها مع بناتها الصغيرين، وفي اللحظة دي سمعت صوت جاي من أوضة فرحة، صوت غريب خلاها تقلق. راحت ناحية الأوضة وفتحت الباب عشان تتفاجئ بالمنظر الصادم والمقرف اللي قدامها. شافت جوزها زغلول مع بنتها فرحة في أوضة واحدة في وضع لا يمكن وصفه. الأم انهارت من الصدمة وصرخت بأعلى صوتها ومش مصدقة اللي شايفاه عينيها. كانت بتصرخ من الوجع والقهر كأن الدنيا كلها بتلف بيها. بعد ما فاقت من صدمتها الأولانية افتكرت إن جوزها هو اللي استغل بنته وأجبرها على الفعل القذر ده. الاعتقاد ده كان طبيعي، خصوصا إن خناقاتها ما بتخلصش معاه، وكانت بسبب إنها بترفض تديله حقوقه الشرعية. التفسير ده كان محاولة يائسة من الأم عشان تبرر اللي شافته وترمي اللوم على الطرف اللي متعودة تتخانق معاه، يمكن تحمي صورة بنتها أو على الأقل تفهم الرعب ده اللي قلب حياتها. بس الكارثة الأكبر كانت لما اكتشفت إن فرحة بتعمل الفعل ده برضاها ومبسوطة بيه. وجي رد فرحة اللي صدم الأم صدمة تانية أقوى من الأولى، طالما انت مقصرة مع أبويا أنا هسد مكانك، وبكده نضمن إنه ما يبصش برا البيت. كشف ده كان صدمة تانية وأكتر تدمير للأم، لأنها فهمت إن الخيانة مش بس من جوزها، لأ، ده كمان من بنتها، وإن الموضوع ما كانش إجبار وإنه كان بمزاجها. الأم ما كانتش مصدقة اللي بتشوفه، وحاولت بكل الطرق إنها تنصحهم وتخوفهم من ربنا ومن عواقب اللي بيعملوه، بس للأسف زادوا في فجرهم والموضوع ما بقى السر، ده علاقتهم بقت علنية وبتتعمل في عز النهار قدام عينيها. التصرف الواقع ده بين قد ايه أخلاقهم نزلت لأدنى مستوى. دول عدوا مرحلة السرية وبقوا يجهروا بالمعصية من غير أي خجل. ولما الأم هددت إنها هتفضحهم رد زغلول بكل وقاحة وقال لها محدش هيصدقك وهيقولوا عليك مجنونة. معقولة حد يصدق إن على علاقة ببنتي؟ وبعد محاولاتها اليائسة عشان توقف الجريمة البشعة دي الأم فهمت إنها ملهاش حيلة. اتعرضت لخيانة من كل ناحية، من جوزها اللي عمل الحرام ومن بنتها اللي شاركت فيه بمزاجها، وده دمر كيان أسرتها بالكامل. عشان بعدها تقرر تهرب من البيت القذر ده وخدت بناتها الصغيرين وسافرت على القاهرة، وسابت وراها مستنقع القذارة اللي غرق بيتها، وبدأت تشتغل هناك عشان تصرف على بناتها وتوفر لهم حياة كريمة بعيدا عن الجحيم اللي كانت عايشة فيه. وكانت أهم أسباب لهروبها هو خوفها الشديد إن جوزها يكرر نفس اللي عمله مع بناتها الصغيرين. فهمت إن راجل مريض زي ده ممكن يكرر نفس الجريمة معاهم، وزي ما عمل بالظبط مع بنته الكبيرة، واضطرت تضحي ببيتها وحياتها من أجل حماية ولادها الأبرياء. مع إن الأم مشيت الحياة فضلت ماشية بين فرحة وزغلول كأن مفيش أي حاجة حصلت. قدام الناس زغلول كان أبوها، بيتعاملوا عادي في الشارع والقرية، بس بينهم كانوا بيتعاملوا كأنهم زوج ومراته، بيعيشوا حياتهم القذرة في السر. الاستمرار في العلاقة الحرام دي مع إنهم محافظين على المظاهر بيبين قد إيه هم مستهترين بالقيم الاجتماعية والدينية، ومفيش عندهم أي إحساس بالخجل أو الندم. وفي أول 2022
فرحة تكتشف إنها حامل. الخبر ده كان صدمة ليها ولأبوها، جريت على أبوها وصدمته بالخبر، بس رد زغلول كان قاسي جدا وبارد ومفيهوش أي رحمة، وقال لها لازم تتخلصي من الحمل ده فورا. كان عايز ينهي الموضوع بأي طريقة عشان محدش يعرف سرهم، بس الوقت كان فات وما بقاش ينفع تنزل الحمل من غير حياتها ما تبقى في خطر، لأنها كانت في شهور متقدمة من الحمل. وقدام الواقع ده زغلول اقترح حل تاني، حل أبشع من أي حاجة ممكن تتخيلها، وقال لها كملي الحمل وبعد ما تولدي هنتصرف في الطفل. في الشهور الأولانية من الحمل فرحة كانت بتتعامل مع الجيران عادي، لأن الحمل ما كانش باين لسه ومحدش كان شاكك في حاجة. بس لما بطنها بدأت تكبر اختفت خالص وما بقتش تخرج من البيت لحد ما جه ميعاد الولادة. في يوم الولادة زغلول خدها على الوحدة الصحية. الممرضة استقبلته وسألته عن جوز فرحة، ورد عليها بكل برود وقال لها ان جوزها مسافر وانا المسؤول عنها. الممرضة الموضوع كان عادي بالنسبة لها وما شكتش في حاجة، لان ده بيحصل كتير في الارياف. فرحة ولدت طفل وكان سليم ومعافى، ما كانش ليه اي ذنب في اللي بيحصل حواليه. زغلول وفرحة استلموا الرضيع ومعاه شوية حاجات طبية من الممرضة، وبعدين خرجوا بسرعة كأنهم حرامية خايفين حد يشوفهم. كانوا بيجروا عشان محدش يلاحظ أو يشك فيهم. ولما وصلوا البيت قعدوا يفكروا ازاي يتخلصوا من الطفل. زغلول خد الطفل في ايده وفضل يفكر، بعد السنين دي كلها ابقى اب الولد بعد ما كنت محروم من الصبيان، بس ما اقدرش اعترف بيه. التفكير ده يبين قد ايه هو اناني ومريض. كان شايف في الطفل فرصة انه يحقق رغبة شخصية انه يخلف ولاد، بس بسرعة اتخلى عن الرغبة دي لما اتعارضت مع مصلحته في انه يخفي الجريمة. وبعدها أمر فرحة بكل قسوة وكأنها بتنفذ أمر عادي، اتخلصي منه. قلب مليان شر فرحة كتمت نفس ابنها بإيديها. الرضيع ما كانش ليه أي ذنب غير إنه اتولد لأم أجزر من إنها تتقال عليها إنسانة. وعشان تتأكد إنه مات طلعت جوانتي من الشنطة الطبية اللي خدتها من الوحدة الصحية ولفته حوالين رقبة الطفل لحد ما قضت عليه خالص، وبعدين ادت الجثة لابوها عشان يكملوا هما الاتنين خطتهم القذرة. زغلول لف حجر حوالين وسط الطفل وحطه جوه كيس بلاستيك ومعاه كل الحاجات اللي كانت في الشنطة اللي استلموها من الوحدة الصحية عشان يضمن ان الكيس يغرق وما يطلعش على وش المية. وبعدين خرجوا هما الاتنين كأنهم شياطين في ضلمة الليل لحد ما وصلوا للترعة. وقفوا هما الاتنين يبصوا حواليهم ويراقبوا المكان يمين وشمال خايفين يكون حد شايفهم، بس هما الاتنين نسيوا ان ربنا شايفهم وعارف كل اللي بيعملوه. وبسرعة جدا زغلول رمى الكيس البلاستيك في الترعة، ولما اتأكد انه غرق واختفى تحت المية خد بنته ورجعوا على البيت. قرار قتل الطفل بالبرود ده بيبين تصعيد مرعب في سلسلة جرايمهم وبيظهر غياب تام للتعاطف والإنسانية. فضلوا انهم يحافظوا على سرهم عن حياة كائن بريء. في سبتمبر 2022 بعد ما رموا الجثة بكام يوم الكيس الاسود ده ظهر على وش المية في الترعة، وده بسبب حكمة ربنا عشان يكشف أفعالهم ورفع غطا الستر عنهم. الكيس ده لفت انتباه ناس كانوا ماشيين جنب الترعة، طلعوه من المية واتصدموا لما لقوا جثة طفل ميت جواه. المنظر كان بشع ومقرف ومحدش قدر يستوعب ازاي طفل رضيع يتقتل ويترمي بالشكل ده. ظهور الجثة المفاجئ ده مع انهم حاولوا يخفوها بدقة، وبعد ما فكروا انهم اخفوا جريمتهم يظهر الكيس، وده بيأكد ان محاولة الهروب من الحساب ملهاش لازمة وان ربنا بيمهل ولا يهمل. وعلى طول الناس بلغت الشرطة وقوة أمنية اتحركت عشان تعاين المكان وتعمل تحريات مكثفة. المباحث بدأت شغلها، ومن ضمن التحقيقات دوروا في كل الوحدات الصحية في القرى اللي جنبهم عشان يعرفوا آخر عمليات الولادة اللي حصلت في الأيام اللي فاتت، يمكن يلاقوا أي خيط يوصلهم للجاني. وبعد التحريات والبحث اللي استمر أيام وصلوا لفرحة وأبوها زغلول، لأنهم كانوا آخر ناس سجلوا ولادة في الوحدة الصحية القريبة. النيابة العامة استدعتهم للتحقيق وبدأت تستجوبهم عشان تعرف الحقيقة. بعد ما ضغطوا عليهم واستجوبوهم زغلول وفرحة اعترفوا بالحقيقة المرعبة،
اعترفوا بكل تفاصيل الجريمة، من أول العلاقة المحرمة لحد قتل الطفل ورميه في الترعة. بس فرحة حاولت تهرب من المسؤولية، وقالت إن أبوها اغتصبها وأجبرها تقتل ابنها، وعملت كده عشان كانت خايفة منه، ودي كانت محاولة يائسة منها عشان تقدم نفسها كضحية للإجبار، يمكن تخفف الحكم عنها. بس شهادة الشهود التلاتة كانت صدمة ومناقضة تماما لكلام فرحة. الأم وإخوات فرحة الاتنين أكدوا كلهم إن فرحة كانت راضية تماما عن علاقتها بحرام بابوها، وإنها كانت بتعملها بمزاجها ومن غير أي إجبار أو تهديد منه. الشهادات دي اللي جت من أقرب الناس لفرحة كانت حاسمة في إنها تكشف حقيقة مشاركتها الكاملة وبمزاجها في الجريمة، وده هدم كل ادعاءاتها بالإجبار. التناقض ده بين كلام فرحة وشهادة أهلها كشف عن طبيعتها المتلاعبة وإنها ما بتندمش، وأكد دورها الأساسي في الانحطاط الأخلاقي. وبعد ما شرحوا جثة الطفل، النيابة العامة اكتشفت إنه اتخنق الأول بإيديهم، وبعدين استخدموا جوانتي طبي عشان يخنقوه تاني ويتأكدوا إنه مات. النتائج الطبية دي أكدت تفاصيل الجريمة البشعة اللي المتهمين اعترفوا بيها، ووضحت مدى القسوة اللي اتعاملوا بيها مع الطفل البريء. بس القضية ما خلصتش لحد هنا، لا، دي فجرت مفاجأة جديدة بعد ما عملوا تحليل DNA للطفل. النتيجة كشفت ان الطفل ما كانش ابن زغلول، وهنا كانت الصدمة الكبيرة اللي هزت قاعة التحقيق. واول ما زغلول ما عرف الحقيقة اتجنن وانفعل قوي، وفضل يصرخ بصوت عالي هز قاعة التحقيق. كان الوضع مضحك ومبكي في نفس الوقت. زغلول حس بالخيانة والإهانة عشان فرحة دنست شرفه وعملت علاقة مع راجل تاني، وكأنه كان متوقع منها انها تفضل وفية ليه بعد كل الجرائم اللي عملها معاها. التطور ده كشف عن عمق الانحراف الأخلاقي اللي وصله زغلول. غضبه ما كانش عشان جريمة قتل طفل بريء ولا عشان علاقته الحرام ببنته، ده كان عشان فرحة خانته هو بالذات. وده بيمثل قمة النرجسية والبعد عن أي أخلاق، لأنه كان شايف فرحة ملكية خاصة بيه حتى في الترتيب المنحرف ده. غضبه على شرفه اللي فرحة دنسته بعلاقة تانية ده كان الدليل القاطع على إن بوصلته الأخلاقية باظت بشكل مش معقول. كان متوقع الولاء في علاقة مبنية على الحرام والجرائم. في يوم 21 مايو 2023، وبعد ما شافوا كل أدلة الاتهام واعترافات المتهمين فرحة وزغلول، الاتهامات اللي كانت قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وكمان جريمة زنا المحارم، وبعد ما سمعوا شهادات الشهود والتقارير الطبية وتحاليل DNA، المحكمة حكمت عليهم بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة. الستارة نزلت من على قضية كان فيها أكتر من جريمة: زنا المحارم وقتل بشع. الحكم القضائي ده اللي جه بعد ما اتكشفت تفاصيل مرعبة بيبين إقرار قانوني بمدى فظاعة الجرائم اللي اتعملت. الإشارة لتعدد الجرائم زنا المحارم والقتل البشع بيأكد قد إيه الانحطاط الأخلاقي اللي وصله المتهمين كان مالئ قلوبهم. اللي حصل ما كانش مجرد جريمة واحدة، لأ، دي كانت سلسلة من الانتهاكات اللي اتراكمت، كل واحدة أبشع من اللي قبلها. وده بيبين حجم الانهيار اللي ممكن يوصله الإنسان لما يتجرد من إنسانيته. قضية طامية هتفضل علامة في سجل الجرائم اللي هزت وجدان المجتمع، مش بس عشان بشاعتها، ده كمان عشان اللي كشفته من تدهور ما سبقش ليه مثيل. دي قضية تخلي الواحد يقرأ في كل ما يتعمق في تفاصيلها أكتر، وتخليه يسأل نفسه إزاي ممكن البشر يوصلوا للدرجة دي من التجرد من الإنسانية. القصة دي بتقدم درس قاسي وموجع عن عواقب التمادي في المعصية وتجاهل الدين والأخلاق عن عمد. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى تتفاعلوا مع الفيديو. سلام عليكم.